الأصدقاء الأعزاء السوريين والسوريات والعرب في كل مكان مرحبا. كثيرا ما نلحظ تعبيرات من قبيل تمكين الدولة، بسط سلطة الدولة، بل بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية. كثيرا ما نسمع هكذا توصيفات وتعبيرات تلهج بها ألسنة الميليشيا الإعلامية التابعة لنظام أحمد الشرع أبو محمد الجولاني، من باب تبرير المجازر التي حدثت في الساحل السوري والتي حدثت في محافظة السويداء، على أنه من يرفض سلطة الدولة هم فلول وهم انفصاليون وهم ملاحدة وخنازير وقردة وكفار، ويعني قاموس مليء بالحضيض والألفاظ النابية غير الأخلاقية ولا تمت يعني بالإسلام بصلة. هذا التوصيف عندما يقال المؤسسات الإعلامية مثلا قناة الحدث أو سكاي نيوز أو المشهد، حطوا القنوات السورية على جنب، يعني تلفزيون سوريا والأخبارية، القنوات العربية، يعني المذيع لا يسأل أصحاب هذه التبريرات من أنصار نظام أحمد الشرع، وهل بسط نظام أحمد الشرع سلطة الدولة على دمشق؟ هل بالفعل سلطة الدولة وهيبة الدولة وقانون الدولة مفروضة على يعني كامل مساحة دمشق؟ طبعا لا، بدليل المشاهد المقززة اللي بنشوفها للجماعات المتطرفة والإرهابية التي تجوب الأحياء المسيحية وتقوم بأعمال إجرامية إرهابية تستهدف الكنائس كما جرى في ريف دمشق. إذن لا يوجد هنالك سلطة للدولة على العاصمة دمشق، وحتى على حلب أيضا. يعني هل يعني أنا أتمنى وآمل من مذيعي قنوات الحدث والعربية وسكاي نيوز وهالمنابر يطرحوا سؤالا مدرسيا مهنيا بسيطا: هل بسطت الدولة سلطتها على منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي؟ هل بسطت الدولة سلطتها على منطقة رأس العين الخاضعة للاحتلال التركي؟ هل سعت الدولة في هذا؟ لماذا عندما يعني آه، يتحدثون عن سلطة الدولة لا يتحدثون عن عفرين، لا يتحدثون عن ريف حلب وريف إدلب الخاضعين للاحتلال التركي، لا يتحدثون عن رأس العين سريكانية الخاضعة للاحتلال التركي؟ هذه المناطق لأنه الاحتلال تركي وأخوة في الدين وساعدوا السوريين، فخلاص مش مشكل، يعني الأراضي السورية والشعب السوري والمواطنين السوريين الخاضعين للاحتلال التركي حلال زلال على أبو بلال. أبو بلال طيب رجب طيب أردوغان، يعني ما بيحكوا، ألسنة تنعقد. طبعا هنالك شلة من السوركيين، مثلا مهند حافظ أغلو، هذا اللي من القامش اللي من الحسكة يعني، ويا ليته يبرز لنا الدكتوراه تبعيته من وين حصل عليها. يمكن حصل من يعني حصل عليها من جامعة ماردين، مثل متايل يعني الموجودين الآن في الإعلام السوري، دكتور فلان ودكتور علان، ولا يعني وهم مبسوطين بهي الألقاب اللي جايبينها، يعني شارين الشرع يا اما من
جامعات جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق أو من جامعة ماردين المعروفة يعني. هؤلاء تنعقد ألسنتهم عندما آآ يكون الموضوع متعلق بالاحتلال التركي. هنالك كما ذكرت صنف من السوركيين التركمان مع الأسف الشديد، يعني أتاجان، بكر أتاجان، وهذا الثاني حمزة تكين وآخرين، يعني نماذج من التركمان السوريين اللي بيحكوا في الشأن السوري وينظرون للشأن السوري نظرة دولة باخشلي، زعيم الحزب المتطرف القومي التركي اللي بيعتبر كل سوريا جزء من تركة السلطنة العثمانية، يسعى يعني إلى عودة سوريا إلى الحضن العثماني، يعني إلى الخازوق العثماني، إلى المجازر والمذابح العثمانية التي اقترفها العثمانيون في حق العلويين داخل تركيا، وفي حق العلويين داخل سوريا، وفي حق الدروز في لبنان وسوريا. إذا بترجعوا لتاريخ علاقة السلطنة العثمانية مع مكونات سوريا أو مكونات بلاد الشام، راح تكتشفوا نتيجة مرعبة على أنه نظام أحمد الشرع صورة مصغرة للنظام العثماني الذي أباد الأرمن والسريان والأكراد ولم يوفر حتى العرب. الآن شهداء السادس من أيار الذين أعدمهم جمال باشا الصفاح، التذكير بهم أصبح يعني سبة تقال للنظام الحاكم في سوريا أو لأنصار هذا النظام الحاكم مع الأسف الشديد. هذه المجموعة من السوركيين بيحكوا كتير وبيرجحوا، وهم أصولهم سوريين، يعني كانوا في سوريا، منهم من ذهب مطلع الثمانينات مثل بكر أتاجان، يعني مطلع الثمانينات طار على تركيا وتجنس وانتسب للأحزاب القومية، وهو حاليا أعتقد في حزب العدالة والتنمية. يظهر كتير وبيجعجع ويبعبع كتير على الإعلام، والثاني كمان حمزة تكين وشوية يعني حتى فلسطينيين كمان، أحمد كاتب أوغلو، ما بعرف مين حافظ أوغلو، وكله صاير أوغلو، وأحمد شرع أوغلو، وموسى عمر أوغلو، ومين كمان، وجميل حسن أوغلو، وهكذا قيسوا على ذلك. فهؤلاء بس شاطرين يحكوا وينظروا ويزايدوا في الوطنية ويحكوا على يعني موضوع الدولة وسلطة الدولة. مش بس هؤلاء، هنالك أشخاص متأثرين بهذه البروباغندا موجودين في كيانات خارج السلطة. أنا بشوفهم يعني حتى أحيانا في غرف الواتساب، في مثلا رابطة الكتاب السوريين أو رابطة الصحفيين السوريين أو التحالف السوري الديمقراطي، بشوف ناس هيك منسجمة مع السردية الرسمية، الخطاب الرسمي لنظام أحمد الشرع. وأي انتقاد مهما كان حاد أو كان يعني عادي وهادئ بيعتبروه مناهض، منافي لمصلحة الدولة ولسيادة الدولة، ودغري يعني يصار إلى الطعن في وطنية الشخص الناقد، كائن من يكن، يعني عربي مارق قوميا، خائن قوميا، مسلم مرتد، هذا مسلم كيوت، كردي هاد لونه ملاحدة بويجية قردة وخنا، العلوي أقليات وفلول،
درزي إسرائيل. دائما هنالك تبرئة وتطهير يعني للمكون السني، وضمن هذا المكون لجماعة أحمد الشرع. طيب مش مشكلة يعني، سآتي معهم ولنتحدث بهدوء يعني. عزيزي السوري، عزيزتي السورية، من أنصار أبو الجوج، أبو محمد الجولاني، جوجو أو محمد الجولاني، يعني سموه ما شئتم يعني. هلا بالنسبة لإلك أعطيني تعريفا مدرسيا بسيطا للدولة. ما هي الدولة؟ أنت عم تحكي كتير عن الدولة، سيادة الدولة وسلطة الدولة وعلى كامل أراضي الدولة وهيبة الدولة واحترام الدولة. أعطني تعريفا بسيطا للدولة وأركان الدولة. شو هي أركان الدولة؟ يعني في نظام حكم وإدارة، ما هي الاشتراطات والأركان التي ينبغي ويجب أن تتوفر حتى تسمي هذا الكيان دولة؟ لنسقط الأمر على الواقع السوري ونشوف إذا في دولة ولا ما في دولة. أولا يعني دستور. أبو الجوج أبو محمد الجولاني علق الدستور، ما في دستور. الجيش، ما في جيش. هنالك مساعي لتشكيل جيش، محاولات لتشكيل جيش ودمج الميليشيات والفصائل اللي كانت الجيش الحر، وما كان جيش الحر. أحمد الشرع ما كان جيش الحر. أحمد الشرع عندما كان يحكم في إدلب ما كان جيش حر، كان يدهس على علم الثورة ويحارب الجيش الحر، وكان بيستخدم هيك تكتيك خبيث. مثلا فصيل يريد أحمد الشرع عندما كان أميرا على إدلب أن يستهدف هذا الفصيل، بيجيب فصيل ثاني أصغر منه وبيحرض عليه، فبيصير اقتتال بين الفصيلين، ويتدخل أحمد الشرع جبهة النصرة للسيطرة على الاثنين. نفس الأمر، تكتيك تحريض البدو على أهل السويدة، على طائفة بني معروف الموحدين الدروز. طيب أركان الدولة يعني دستور ما في، جيش ما في، يعني في طور التشكيل الموجود حاليا لا يمكن أن نسميه جيشا. فصائل مقطعين موصلين، لا أشكال لا هيئات لا عقيدة قتالية، يعني لا تشبه أي جيش. حتى جيش المسلمين الذين قاتلوا في بدر وأحد والخندق أكثر تنظيما وأكثر نبلا وأكثر شجاعة وأكثر التزاما من جيش أبو محمد الجولاني وأبو قصرة. يعني قبل 1400 سنة، يعني جيش النبي أو صحابة أو جيش المسلمين في تلك الحقبة البدائية، بداية الدعوة والاصطدام مع كفار قريش، وفي ذلك الزمن جيش النبي كان أكثر تنظيما. والخرق اللي صار في أحد استفاد منه المشركون، وعدم الالتزام بتعليمات النبي. في غزوة أحد المسلمون هزموا لعدم الانضباط، عدم الالتزام بأوامر الزعيم القائد النبي صلى الله عليه وسلم. فجيش، ما في جيش. ما تجي تحكي لي عن شيء اسمه جيش يعني. وينبغي لهذه
يعني الآن ما هو موجود في قسد وبيستهدفوا قسد، وسآتي يعني الحديث حول هذا الموضوع. يعني من 80 إلى 100 ألف جندي مسلح بالعتاد وكذا، بدون هذه الكتلة العسكرية البشرية اللوجستية الاقتصادية الوازنة تنتمي إلى جيش أخو حفيانة، مو جيش أبو شحاطة، جيش أخو حفيانة. يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع. أكثر من نصف الجيش السوري نظامي وهو قسد، منضبط، مدرب، عسكري، مسلح، في عقيدة اسمها سوريا الديمقراطية، سوريا لا مركزية، تحكم هؤلاء المقاتلين، هؤلاء الجنود اللي اسمهم قوات سوريا الديمقراطية. أما العقيدة القتالية الجهادية السلفية الإسلامية الأخوانية التي تحكم جيش الجولاني هي دولة الخلافة والقصص هي اللي انت اللي يعني معروفة للقاصي والداني. يعني المهم، جيش ما في، الركن الأول دستور ما في، جيش ما في، برلمان ثلث البرلمان سيعينه الجولاني، والثلثين سيشرف عليهما كمان الجولاني. ما في برلمان، هذا برلمان تعيين، هذا مش انتخاب. فما في برلمان الآن، سوريا بدون برلمان. الحكومة الموجودة اللي اسمها حكومة الآن، الشيباني والبشير وما بعرف مين، يعني هؤلاء مسجلين يعني في العراق في سوريا كمجرمي حرب. إذا ينفتح ملف كل واحد منهم، الخطاب والبشير والشيباني، دماء المئات من السوريين ومن العراقيين في رقبة هؤلاء. والحكومة الموجودة الآن هي حكومة انتقالية أو حكومة أمر واقع، ما في شرعية يعني. فإذا انتفى ركن آخر من أركان الدولة. الرئيس الموجود رئيس مفروض مثله مثل أي انقلابي، لكن ينقلب على جيش، يؤسس جيش. مثلا الانقلابات معروفة، الانقلابات يعني. حتى عمر البشير عندما انقلب في السودان، يعني كان قائدا للجيش وكان في أهلية مدعوم من الإخوان. المهم صار في شيء يختلف، وفي قدر من الشرعية والموضوعية والتوازن فيما ما حصل في السودان. هذا غير موجود في سوريا. إذن الرئيس الموجود رئيس فرض نفسه، صفقات عربية على إقليمية على أمريكية على إسرائيلية، فرض على الشعب السوري وجرى تدريبه. يعني فورد ذكر يعني أنه أتى إلى إدلب، أعلن يعني عن الموضوع قبل سقوط نظام بشار الأسد، وخضع الشيباني والشرع لدورة تدريبية أشرف عليها روبرت فورد. إذن هذا يعني الرئاسة. النشيد الوطني، ما في نشيد وطني. يعني ماذا أنجز عملوا شو اسمها هاي الرؤية البصرية أو لسوريا، العقاب، وأيضا هذا كان مثار تندر وسخط و يعني سخرية السوريين على السوشيال ميديا، يعني اختلاس على يعني كثير من الأمور، يعني فيها التفاصيل. إذا هاتوا لي ركن من أركان الدولة لكي نتحدث أنه هذه الآن هنالك في سوريا يوجد دولة. ما في دولة. لو كان في دولة حقيقية في سوريا لكان الآن أبو الميش يعني خلف القضبان يحاكم. لو بالفعل في عدالة وفي حكومة وفي جيش وفي أركان دولة. إذن
على ماذا يعني عن أية دولة تتحدثون؟ أي دولة؟ سلطة الدولة، ونفرض ونبسط سلطة الدولة من الدرعا ولغاية القامشلي، ويطلع لك شو اسمه موسى العمر، ويثرثر ويجعر ويهدد كأنك زلمة أشوفك على الجبهات مع قسد، أنت وكل الشلة، كأنك زلمة أبو شوارب يا بطيحان، أشوفك في الجبهات إذا صار ولا سمح الله يعني صار صدام. وأنا في فيديوهات سابقة ذكرت يعني أي صدام مع قسد دمشق الخاسرة، نظام أحمد الشرع سيخسر في حال صار صدام. هم الآن سنوات يحاربون قسد، قسد كردية وقسد كردية، الآن يعولون على ماذا؟ 70-80% من قسد عرب، هؤلاء فزعة، هؤلاء راح يفزعوا لموسى العمر وللجولاني وكذا. هؤلاء صار لهم 13 سنة 14 سنة يتلقون التدريب والتوجيه المعنوي ضمن هذه المؤسسة. أنا لا يعني لا أنفي ربما يعني المئات أو العشرات أو 1000 شخص ربما يعني ينشق عن قوات سوريا الديمقراطية ويذهب لمناصرة ومؤازرة موسى العمر فرضا. أنا عم بحكي فرضا، هذا وارد، لكن هذا التعويل على أنه عرب قسد سيكونون مع عرب الجولاني، هي ما تحلموا فيها، يعني ما تحلموا فيها الموضوع، يعني هذا التعويل تعويل فاشل. التعويل الثاني كمان الدعم التركي. الدعم التركي لأي عملية عسكرية داخل سوريا سينسف التسوية السلمية الموجودة داخل تركيا. فتركيا حذرة في هذا الخصوص، يعني ما تعولوا كتير على أبو بلال ما تراهنوا كتير على أبو بلال. أبو بلال اللي فيه مكفيه، بيحاول يضبط أموره مع كرد تركيا ومع أوجلان بطريقة أو بأخرى. يعني مين بقى؟ الأمريكي كمان لا يعول عليه، لا الأكراد يعولوا على الأمريكي ولا الجولاني يعول على الأمريكي. توم باراك كل يوم بشكل بيطالع تصريح، آخر تصريح له ينبغي محاسبة الحكومة السورية. طبعا التعامل الإعلامي تلفزيون سوريا ذكر التصريح، لكن لم يشر في سياق الخبري إلى ذلك التوصيف. محاسبة سوريا. من هي سوريا الآن؟ الذي يمثل سوريا الجولاني، الحكومة السورية. تجاوزوا هذا الموضوع، وكأنه العالم السوريين ما راح يشوفوا هالأمر. ومؤسسات إعلامية أخرى ذكرت وبالبونت العريض وبالمانشيت مطالبة توم باراك لمحاسبة الحكومة السورية. أنا ذكرت على صفحتي في الفيسبوك المهنية والموضوعية، وجبت يعني نماذج من تصريح توم باراك. طز بتوم باراك يعني، وفي تصريحه يعني كان مع قسد أو ضد قسد، إذا كان مع الجولاني أو ضد الجولاني، لا يعولوا على الأمريكي في الموضوع. يعني هنالك، يعني أعود إلى موضوع قسد. وجيناكم يا قسد، وجيناكم بالذبح، وتحرم علينا القهوة إذا ما حررنا القامشلي والدرباسية وعامودة وتل تشرين وظهر العرب والقيروان والأسدية من قسد. تحرم علينا، شوفت نسواننا واليوم يومك يا بطيحان، اليوم يومك. من هالقصص والهوسات والكلام والكلاوات كما يقول الأصدقاء العراقيون.
كلاوات فارغة تافهة. يعني طيب والآن إذا انضمت قسد، هنالك تنافر في العقيدة، في التشكيل، في التكوين، في التدريب، في التربية. يعني قسد فيها بحدود من 70 إلى 80 إلى 100 ألف جندي مسلح، عدا عن العسكريين الموجودين في قوات الشرطة، العسايش، كل هذه قسد شيء، والقوات الأمن الداخلي الموجودة في المدن الكردية شيء آخر. كل هذه الكيانات العسكرية إذا يعني انضمت لجيش أبو قسرة أو الجولاني، ينبغي أن يكون هنالك ظروف مواتية، تغيير في العقيدة، في العقلية. يعني في الآلاف من النساء موجودين في قسد، هؤلاء إذا مع قسد دخلوا في جيش الجولاني، كيف سيصار إلى تسوية أمور؟ هل سيكونون ضمن الجيش محجبات سافرات؟ هذه قضية يعني صحيح قد تبدو بسيطة، لكنها قضية أيديولوجية عقائدية شديدة الخطورة. يعني علاقة مع النساء، يعني هل ستقبل قسد بفرض الحجاب على المقاتلات الكرديات كرمع عيني موسى العمر والجولاني؟ يستحيل ذلك. يعني قسد أيضا فكرت وتفكر في هذه القضايا. قسد حاليا يعني إذا انضمت إلى الآن بدون قيد أو شرط، إذا انضمت إلى جيش الجولاني الذي يقال زورا وبهتانا أنه جيش سوريا، سيكون على تصادم مع أولئك الذين احتلوا عفرين واحتلوا رأس العين، لأنه يوجد ضمن قسد أبناء عفرين وأبناء رأس العين وأبناء المناطق المحتلة من الفصائل الموجودة حاليا في جيش الجولاني. راح يكون هنالك تصادم. قبل تسوية الانضمام ينبغي أن تسوى أمور أخرى، ملفات أخرى، تطبيع الأوضاع، تهيئة الظروف لانضمام قسد إلى الجيش السوري، تجاوزا نحكي الجيش السوري. وهذا ما لم يحدث حتى هذه اللحظة. مسألة الفرض والإلحاح والإسراع وبسرعة. شو بسرعة يا حبيبي؟ شو بسرعة؟ أنت وين رايح؟ أنت وين رايح؟ شو جاي عم تحكي لي سلطة الدولة؟ بس أنت سلطة الدولة مش قادر تبسطها على دمشق، على حلب، على عفرين، على رأس العين، على ريف إدلب. جاي بدك تفرضها على دير الزور والرقة والقامشلي؟ مجنون أنت؟ أهبل؟ تتخوث يا إخوث؟ يعني تتهبل علينا؟ ما بتزبط. هنالك يعني حتى على مستوى الجانب التسليح والجانب اللوجستي، قسد من 80 إلى 100 ألف جندي كردي عربي. المهم هذا التسليح الثقيل، الأسلحة المتواضعة، يعني قسد شو ناقصها؟ قسد ناقصها طائرات هليكوبتر وطائرات عمودية، أكثر من هيك ما ناقصهاش. عندها مضادات طيران، عندها يعني مدرعات، عندها دبابات، عندها آليات مصفحة. هذه الكمية من التسليح، يعني كيف سيصار إلى تسليمها للجيش في طور التشكيل وهي لم تأخذه من الجيش أصلا؟ لم تأخذ هذا السلاح من جيش أبو قسرة حتى تعيد الأسلحة إلى، وكلها أسلحة يعني أمريكية، يعني حتى مش أسلحة النظام السوري. يعني
فلول. أنت ما كنت فلول يا ولي بطيحان، أنت يا ولي بعسي، هلا جاي تحكي على يا فلول. منو فلول؟ أنت قضيت عمرك بخدمة نظام البعث يعني. جابك البعث وبشار الأسد وفرضك على المنطقة، وقبلهم جابك السلطان عبد الحميد، وقبله السلطان عبد المجيد، وفرضك كقبائل في منطقة الشمال يعني، أو الشمال السوري. فأنت جاي تحكي تطلع 60 فلول، فلول وملول. فعملية اندماج قسد شديدة الخطورة وشديدة الصعوبة، بدها تعبيد طرق سياسي، قانوني، عقائدي، ايديولوجي، بدها اصلاحات. هذه الكتلة العسكرية، جيش قسد، جيش بالانضباط، بالعقيدة القتالية الموحدة، بالالتزام، جيش لا يقارن. يعني أين الثرى من الثريا من جيش أبو حفيانة أو أخو الحفياني يعني الآن المقدرات الموجودة في يد قسد جغرافيا واقتصاديا وعسكريا وإداريا، يعني تخول قسد لأنه تعلن دولة. المساحة الموجودة الآن تحت سيطرة قسد تتجاوز يعني مساحة قطر، مساحة لبنان، مساحة دول مستقلة عضو في الجامعة العربية وعضو في الأمم المتحدة. إذا ما صار يعني سعار تركي، وبإمكان قسد يعني أن تعلن وتشكل حتى دولة، لأن هنالك مقومات عسكرية، مقومات اقتصادية تدعم هذا الشيء. مع ذلك قسد تقول من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول نريد يعني الانضمام إلى سوريا ونشارك في بناء سوريا، وسوريا بلدنا. ونفس الأمر المجلس الوطني الكردي. فينبغي لأحمد الشرع ومن مع أحمد الشرع يبوسوا إيديهن وشو قفل، لأنه قست عم تفكر تنضم لكن لسوريا، لكن هنالك شروط، وقسد لن ترضخ للضغط الأمريكي. في تقديري قسد لن ترضخ. ارتكبت قسد خطأ فادحا في التوقيع على اتفاقية 10 آذار مع أحمد الشرع. كان اتفاقا مهينا مذلا لقسد، ونصرا كبيرا لأردوغان وللجولاني ولموسى العمر، مشان ما يزعل، ولحسن الدغيم كمان. لكن قسد راجعت نفسها، اتفاق. والآن قسد تصر على موضوع يعني إجراء تعديلات، يعني كلام سخيف يقال. قسد تريد شراء الوقت يا ولي يا بطيحان. منو يريد شراء الوقت يا ولي؟ الضعيف يشتري الوقت، مش القوي. مش القوي، قوي اقتصاديا، قوي عسكريا، قوي إداريا. أكو انتقادات، نعم. أكو انتهاكات، نعم. لكن في مناطق سيطرة قسد ما في هجوم على المطاعم والمقاصف وهذا ممنوع، هذا مو ممنوع، مين اللي معك وليش ما حاطة الحجاب والقصص هذا مش موجود. هنالك تضاد وتنافر. كيف لهذا التضاد والتنافر في العقيدة، في السلوك، في المنهج، يعني أن يجتمعوا في منطقة وسطى؟ قسد أيضا تتنازل، ونظام الجولاني ينبغي أن يتنازل. مش قاعد لي في بيته عامل لي فيها سلطان وكأنه هولاكو وتحت إيده جيش جرار
وهوسات القبائل، والله وبالله وتالله، وهي صارت في هوسات الهفل والعشاير والفزعات اللي صارت بدير الزور. عرب قسد قاتلوه وطردوه شر طرده. هدلوني بقارة قسد راح يعني سترفع البنادق في وجه بقارة الجولاني. جبور قسد سيقفون في وجه جبور الجولاني اللي إذا في عنده يعني من الجبور موالين ومؤيدين. فمن يورط حاله تعرى الجولاني وإسلامه وجلاوزته في السويداء. يعني الاستهداف اللي صار وما زال مستمرا لأن لسماحة الشيخ حكمة الهجري، لأنه الهجري رفض الإذعان والامتثال لنموذج الدولة، دولة جبهة النصرة، هيئة تحريم الشام، هيئة حلاقين الشام. الهجري رفض وشكلين ما حكى وفرض شروطه. في البداية أبرم اتفاقات وتفاهمات مع نظام أحمد الشرع، لكن النظام لم يلتزم فتدخل يعني الراعي الإقليمي والدولي، أمريكا وتركيا والأردن والسعودية تدخلوا في هذا الخصوص حفاظا على مصالحهم، مصلحتهم. الآن إذا جرى انقلاب على الشرع أو أطيح بالشرع، من المرشح الأبرز لكي يقود سوريا في المرحلة الانتقالية؟ من يعني؟ لا يوجد هنالك خيار غير قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. هو الذي هم خايفين من هذا الخيار، ما بدون أنه شخصية كردية، شخصية عسكرية سياسية كردية معروفة تأتي وتنقذ سوريا في حال تمت الإطاحة بأحمد الشرع. لهيك خايفين، تركيا خايفة على مصالحها، مش لأنه تركيا أو أبو بلال أخي أحمد الشرع ومن هالكلام. عندهم مصالح دولة داخل سوريا، لا يريد لهذه المصالح أن تتأذى. نفس القصة منطقة الخليج، السعودية وقطر عندهم وزراء في الحكومة مندوبين سوريين، لكن ولائهم للدوحة أكثر من ولائهم لدمشق، ولائهم للرياض أكثر من ولائهم لدمشق، وولائهم لأنقرة أكثر من ولائهم لدمشق. هنالك يعني في هاي الخلطة الموجودة، التشكيل الحكومية الموجودة اللي حاطين فوق راسها أحمد الشرع. فإذا قسد وقوات سوريا الديمقراطية بما تمتلك من كتلة عسكرية صعب أن تطلب من دولة مثل مناطق قسد فيها أمن، فيها استقرار نسبي لكن أحسن من الأمن الموجود في دمشق، أن تطلب من هذا الكيان اللي يعني مش معترف فيه لكنه كيان. النظام الآن يتفاوض مع هذا الكيان، والتفاوض اعتراف والتوقيع. لما قوات سوريا الديمقراطية وأحمد الشرع، هذا الصفة. مظلوم عبدي لم يوقع باسمه، يعني بصفته قائدا لقوات سوريا الديمقراطية. صعب أنه تطلبوا، يعني تصوروا أنه مثلا دولة أو منطقة آمنة مستقرة نسبيا، لا تعاني من المشاكل، فيها أرضية التطور،
أن تنتمي إلى منطقة موبوءة بالتكفير والإرهاب والسلفية الجهادية وانعدام الأمن وانعدام الاستقرار، ما بتزبط. حتى ولو كان اسمها دمشق، حتى ولو كان اسمها سوريا، ما بتزبط يعني. لازم يعني ينبغي أن يكون هنالك أرضية، هنالك تهيئة، هنالك إصلاحات، هنالك جدية، وهذا ما لا نراه من أحمد الشرع وزمرته وشلته اللي بيحاولوا يلتمسوا له الأعذار والتبريرات ويستهدفوا يعني. استهدفوا الدروز، يعني أنتم ليش استهدفتوا الدروز؟ عرب. لك يا بني آدم الدروز عرب ومسلمون يختلفون معك في المذهب، في الطائفة، لكنهم عرب مسلمون مثلك. ليش تستهدفهم يعني؟ تستهدف مرجعيتهم وتستهدفهم. ما خلوا شيء من سلطان باشا الأطرش، من مثقفين، من كتاب، من أدباء، من مراجع دينية. كم واحد درزي من الموالين لأحمد الشرع كانوا يسوقون لهم، لكن فشل. مشروع الجولاني الذي كان يتكئ على بعض الدروز المهزوزين فشل يعني. تعزز مشروع حكمة الهجري، المشروع الوطني، وفرض على أحمد الشرع. الآن بيقولوا انتصرنا. شو انتصرت يا أهبل؟ شو انتصرت؟ يعني حكمة الهجري تقريبا 80 إلى 90% من الشروط اللي كان بيطرحها فرضت على حكومة دمشق، لأنه أحمد الهجري كان قوي، قوي بالمنطق، بالحجة، بالمظلومية، بالحق، صاحب حق، والباطل اللي حرض العشاير وكذب يعني على أساس أنه عشاير، هو سات العشاير يعني. الجولاني طلع على باطل، فرعاة الجولاني تدخلوا لكي يحموه، مش يحموا الهجري. ما في تصريح واحد لحكمة الهجري يطالب أو يستنجد بإسرائيل، ومع ذلك يصار إلى ربط الدروس وبشكل عام والهجري بشكل خاص بإسرائيل. أبدا، كلام عشوائي، ورفعوا العلم الإسرائيلي، وألا ترى وإسرائيل تبعت ترسل مساعدات طبية وكذا. الدروز، دروز فلسطين، دروز إسرائيل أقوياء. حتى دروز الجولان، حتى دروز الجولان الذين رفضوا الجنسية الإسرائيلية تعبيرا عن انتمائهم لوطنهم الأم سوريا، رفضوا الجولاني ودعموا سماحة الشيخ حكمة الهجري. هذه الطائفة المسالمة هي طائفة مش تبشيرية، مش مثل السلفية الجهادية اللي بتحاول تفرض مذهب السنة والجماعة والفرقة الناجية من النار وتكفر الجميع. هذه طائفة مسالمة لا تتدخل في شؤون أحد، ولا تريد لأحد أن يتدخل في شؤونها وأن يفرض عليها كيف تعبد الله وكيف يعني تؤمن بالرسول ما ترفض. هم أهل كرامة، بالفعل أهل كرامة، أثبتوها في مواجهة الفرنسيين على أنهم أهل كرامة، أثبتوها في مواجهة العثمانيين على أنهم أهل كرامة، وعودوا للتاريخ، وأثبتوها في مواجهة الجولاني والداعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام على أنهم أهل الكرامة. وبني معروف خروقات صارت، بتصير، لكن تأتي على مستوى النخب والمرجعيات. اسمع لكلام المرجعيات الشيعية، عفوا الدرزية، وعد إلى المرجعيات السنية، مرجعية
الجولاني يعني السلفية الجهادية التكفيرية، وقارن ووازن، سترى يعني بالفعل طائفة يعني تستحق، هي أهل للمعروف لأنه هي بالفعل بني معروف، الكرم والكرامة والمعروف، ومش طائفة تبشيرية، مش دين تبشيري مثل الدين الإسلامي والمسيحي وكذا، ويحاول أن يبسط نفوذه وهذه المنطقة ويفرض الديانة بالسيف بالإقناع بأي كلام، وإلا لرأينا يعني كل الحروب التي خاضها الدروز عبر التاريخ كانت حروب دفاع عن النفس، دفاع عن الوجود، دفاع عن الهوية، دفاع عن العقيدة، دفاع عن الكرامة. هم أهل حل وعقد، هم أهل عقل، شيوخ للعقل، يحكمون العقل، أصحاب رسائل الحكمة. هذه الطائفة الجميلة الوطنية اللي إلها مواقف بتشرف الجولاني وكل زمرة الجولاني، مواقف وطنية تشرف حافظ الأسد وتشرف أحمد الشرع الأسد، تشرفهم. ما يجي واحد تافه حقه فرنجين يجي يزايد ويستهدف آه، كرامة وهيبة ومقام يعني مشيخة العقل، وتحديدا يعني الشيخ حكمة الهجري. يعني مع الأسف الشديد يعني فيصل القاسم يعني لو عنده ذرة ناموس ووصلوا له هذا الكلام يعني كان اتخذ موقف حازم من المنصة الإعلامية اللي هو بيشتغل فيها، لما بيشوف إنه هذه المنصة الإعلامية تضخ الكراهية والتضليل والتشويه ضد جماعة سورية، مش لأنه فيصل القاسم بيوصفه درزي، لا، لكن المشكل أنه فيصل القاسم متورط في صناعة وطهي سم الكراهية ضد الكرد أولا بالدرجة الأولى، وضد كل من ينتقد الجولاني. بعدين هو صار يعني يذر الرماد في الأعين، صار ينتقد شوي مين هدول اللي بيقصوا شوارب وكذا، لأنه صار في ضغط مهول عليه، يعني صار في شوية خجل وحياء. لكن هذا الخجل والحياء لم يتعدى أكثر من تغريدة أو بوست على الفيسبوك، لا، لم يتطور إلى موقف. الكثير من الإعلاميين اتخذوا موقفا من الجزيرة، الإعلاميين المصريين، عندما رأوا أن الجزيرة تستهدف أمنهم في مصر. حتى من السوريين، يعني أعتقد أنه الراحلة إذا تجوز عليها الرحمة ولا لا، لون الشبل تركت الجزيرة دعما لنظام بشار الأسد، لأنه شافت لون الشبل أنه خطاب الجزيرة ومؤسسة الجزيرة وكذا يستهدف البلد ويستهدف النظام ويستهدف المجتمع حسب قناعته، أبدت موقفا. هذا رايح يزرع لي الشوارب يعني أفراسه فيصل القاسم، يزرع شعر، يزرع شعر، مش مشكل يعني، بس يعني ماذا سيفعل يعني الشعر واللحية لواحد ما عنده كرامة منسوب إلى أهل الكرامة، لكنه مع الأسف الشديد ما عنده كرامة. نفس فيصل القاسم موجود، نماذج من فيصل القاسم موجودة عند الكرد أيضا، موجودة عند المسيحيين أيضا، يعني كل مكون سوري عنده فيصل قاسم اللي مستعد مشان المصلحة الشخصية أن يساوم ويبازر على الوطن وعلى مكونات الوطن السوري يعني. فجرى استهداف ويجري استهداف الدروز حتى الآن،
بشكل مقزز ومنفر ووحشي وفاشي، والآلة الإعلامية التابعة لنظام الجولاني متورطة في خطاب الكراهية من باب لا محراب. نقطة أخرى يعني أود يعني أن أختتم هذا الحديث بها، والعودة إلى موضوع قسد يعني مسألة اندماج قسد في الجيش وفي الدولة وفي المؤسسة. القسد عندها مشروع سياسي، وعندها رصيد مهول من التضحيات في مقارعة الإرهاب والتكفيريين. تروح تأمل تدخل في ائتلاف مهين مع التكفيريين، هذا خيانة للشهداء، لشهداء قسد، هذا خيانة لدماء الشعيطات الذين قتلوا وذبحوا ونُحروا في الدير الزور على أيدي رفاق أبو محمد الجولاني. ينبغي أن يكون الأمر واضحًا يعني. بناء سوريا يعني بناء سوريا، ما في دولة، سنبني دولة معًا، مش برأيك 100% ولا برأيي 100%. يعني لا قسد تنفرد في بناء الدولة، ومع علمًا إنه يعني إذا انفردت ببناء وإدارة الدولة أكيد سيكون إدارتها للدولة لشؤون الدولة وللعملية السياسية أفضل بكثير من أداء الجولاني، لأنه لن تدخل في صراع مع المسيحيين، لن تدخل قسد في صراع مع السنة، لن تدخل في صراع مع الدروز والعلويين كما فعل الجولاني. فالموضوع أنا لا أقول صعب من جانب قسد، لكن كل هذه الرهانات على الدعم التركي، على استقواء الجولاني بالتركي أو بالأمريكي، هذا كله هباء منثورا. يعني قسد بعللها بمثالبها بمشاكلها فرق شاسع شاسع بينها وبين نظام الجولاني. الكثير في تواصلي مع الأصدقاء من المثقفين والكتاب السوريين، يعني حتى منهم سنة، يعني هم جعلونا يعني نرجح كفة قسد، مش لأنه قسد كتير مثالية كتير نموذجية، لكن قياسا بفاشية وبربرية وهمجية نظام أحمد الشرع والانفراد بالسلطة وشهوة السلطة والتغول وتوحش في الاستئثار بالسلطة، خلانا أنه يا أخي قسد ننتقدها في مجال التفاهم، في مجال التواصل، يعني في مجال الأخذ والرد. أما هذه الجماعة يعني كيف يعني نتفاهم؟ ما في تفاهم. أنا وأبو ديجانة كيف راح يكون في بيناتنا آآ تفاهم؟ يعني ما بتزبط. فالموضوع مش بسيط، وأعتقد إنه مظلوم عبدي وقيادة قسد قوات سوريا الديمقراطية تتابع الأمر عن كثب ولن ترضخ لضغوطات ترامب وتوم باراك. هنالك مشروع أنجزت قسد الجانب المحلي منه بطريقة أو بأخرى، وينبغي استكمال هذا المشروع على الصعيد الوطني بالتعاون مع المجلس الوطني الكردي وبالتعاون مع القوى الديمقراطية والوطنية السورية. وإذا كانت حكومة الشرع مهيئة وتقبل وترجح كفة الوطن مثل ما عم يحكي أبو الجوج الجولاني، يرجح كفة الوطن ومصلحة الوطن من الصدام، يعني على كفة الصدام وإراقة الدماء، فينبغي أن يتنازل، لا أن يكون لألوء ودمية في إيد التركي. يعني
أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في موضوع آخر. دمتم بألف خير.